بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله إخوتي أحبابي مع اللقاء السادس والعشرون من نصائح هامة في عالم الطبخ. الحقيقة مادة العدس اللي كلياتنا في شهر رمضان الكريم بنتناولها. حبيت أجيب حلقة حتى أشرح فيها فوائد العدس وليش العدس، شوربة العدس بالذات يعني تقدم في رمضان، وهي مفيدة جدا على المعدة ومفيدة لجسم الإنسان. قبل ما أبدأ الحلقة حبيت أعطي نصيحة للناس اللي عم بيطبخوا الشوربة. فأنا الشوربة مثل ما أعطيتكم في الحلقات الماضية، أنا بالنسبة لي ما بضربها بالخلاط نهائيا، بعيفها بهالطريقة هي، لأنه صراحة الشوربة اللي تضرب بالخلاط تكون عرضة لأني تفسد بسرعة. نحن في شهر رمضان ممكن نساوي طنجرة كبيرة نستخدمها يوم يومين ثلاثة. فأنا لما بدي أضرب الشوربة بالخلاط وأساوي قوامها واحد، رح أشوف إنه في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث تغيرت طعمتها ويعني قربت تفسد. حتى إنه في المطاعم يعني أكثر من يوم واحد إيش بيزيد ممكن برموه كلياته. فهذه نصيحة في شهر رمضان، إني أنا يعني حتى سابقا القدماء يعني كانوا العدس، شوربة العدس ما بيضربوها بالخلاط، بيعيفوها مثل ما هي. القيمة الغذائية بالنسبة للأنواع العدس هي واحدة، يعني العدس الأحمر نفس العدس البني نفس جميع أنواع العدس قيمة الغذائية نفسها، غير أنه العدس الأحمر بيتميز بأنه نسبة الدهون فيه أقل وهو سهل الهضم. الأبحاث الطبية يعني ذكرت على أنه 100 جرام من العدس الأحمر فيها مواد غذائية: حديد، بوتاسيوم، بروتين، فيتامين الآ. هذه كلها يعني تعادل مثل شخص عم ياكل لحم، يعني هالفيتامينات الموجودة كلها، ولذلك ينصح فيها للأطفال، لأنه حتى ممكن تقوي الأسنان لدى الأطفال وحتى تقوي النظر. إذن العدس الأحمر بالذات. إيش السبب إني العدس أو شوربة العدس أنا لما بتناولها بشعر بارتياح فيها؟ أولا، مادة العدس الأحمر أو شوربة العدس إلى فوائد عظيمة جدا، بتهيئ معدة الإنسان وأمعاء الإنسان لحتى يتناول الوجبات الدسمة. يعني شوربة العدس أنا لما بتناولها بكون مجهز معدتي وأمعائي لأني أتناول الوجبات الدسمة من اللحم وغيره. الفوائد اللي ممكن نحصل عليها من خلال شوربة العدس هي: واحد، تخفض الكوليسترول. اثنين، مفيدة جدا للأشخاص اللي معهم مرض السكري، وهي أيضا تهيئ الجسم وتعزز وظائف الكبد. إذا شوفوا هالفوائد اللي من خلالها أنا لما بشرب شوربة العدس على الإفطار ممكن تعطيني فوائد جدا عظيمة. طبعا الإفراط فيها، إني أنا أشرب أو أتناول كمية زائدة، رح تساوي ردة فعل عكسية، وهي إني رح تساوي إمساك، رح تساوي نفخة. إضافة لأني العدس، مادة العدس بتمتص المياه في جسم الإنسان، ولذلك الإنسان بيشعر إذا الإنسان تناول كمية كتير كبيرة من الشوربة ممكن يشعر إني بحاجة إلى شرب الماء. نهاية، لا ينصح في اللي عندهم مشاكل في الكلى بإني يتناولوا الشوربة بشكل كتير كبير، لأني ممكن تسبب شيء من الحصو أو الرماد. أتمنى أني أكون قدمت نصيحة في هالمادة هي إن شاء الله في شهر رمضان الكريم. نلتقي على طاعة الله في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.